بعض رحب يوم 25 يوليو 21 بإيقاف المسار البرلماني والحكومي القديم، وتوقع أن تؤدي الإجراءات المعلن عنها من طرف الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 21 إلى وضع حد للخلافات التي طالت أكثر من 10 أعوام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، وأن تتوحد أجهزة الدولة وأن تنجز إصلاحات فورية. الآن التقييمات أكثرها تركز على النقائص والسلبيات، لكن هناك اختلافات بين النخب وداخل المجتمع المدني، بما في ذلك بين القوى التي شاركت في التجمع الذي نظمته اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أقدم منظمة حقوقية عربية تأسست عام 1977 لتكون قوة وسيطة بين الحكومة والمعارضة، بين السلطات والمعارضة والمجتمع المدني. اليوم هناك من دعا إلى تغيير النظام مثل كثير من الأحزاب والمنظمات منذ 3 أعوام تدعو إلى تغيير النظام أو إسقاط النظام، وتعتبر أن ما يوجد حاليا في تونس هو حكم يفتقد إلى الشرعية الانتخابية. البعض الآخر يعترض على تغيير النظام ويدعو إلى تغيير السياسات، وقد لاحظنا اليوم السيد السماوي ممثل نقابة المحامين في التظاهر التي وقعت اليوم في مؤتمر رابطة حقوق الإنسان، أو في التظاهر التي نظمتها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل، دعا إلى تغيير السياسات وقال نحن لا نطالب بتغيير الدولة وبتغيير النظام ولكن بتغيير السياسات. هناك تيار ثالث يطالب فقط بتغيير بعض الوجوه في الحكم، في بعض الوزراء، بعض المسؤولين في الدولة، أو بعض المسؤولين الذين يعتبرهم مسؤولين عن التجاوزات. هذا في مناخ تتواصل فيه إحالة عشرات المتهمين بالتآمر على أمن الدولة من بين الأطراف والشخصيات التي كانت لها نفوذ في العشرية الماضية داخل الحكومة وداخل البرلمان، داخل حزب نداء تونس وحزب النهضة وحزب تحية تونس لديه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وأطراف يسارية من جبهة الإنقاذ ومن جبهة الخلاص ومن مواطنون ضد الانقلاب. إذن فهناك اختلافات بين من يدعو إلى إصلاحات للمنظومة السياسية الحالية من الداخل والدفاع عن الحريات، وبين من يريد إسقاط هذه المنظومة ويدعو إلى التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية لإحداث تغيير نوعي على رأس الحكم. طب إذا أردنا نتحدث، طالما هناك الحديث عن دور الرئيس قيس سعيد في هذا الموضوع، هناك اتهامات بأن أولا تدابيره كانت لإنهاء سنوات من الفوضى والفساد، ولكن هناك تفسير آخر على أرض الواقع لا يتماشى مع هذه الدعوات. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ وطبعا هنا التناقض كبير بين من اعتبر ما وقع يوم 25 يوليو منذ الساعة الأولى وقع خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية وباستخدام القوة، فيعتبره انقلابا، ولذلك تشكلت جبهة مواطنون ضد الانقلاب وأحزاب وصفت ما وقع في ذلك الوقت بأنه انقلاب. هناك أطراف سياسية أخرى اعتبرته حركة تصحيح، وأطراف ساندته وما زالت تسانده إلى الآن وتنخرط في مشروع الرئيس قيس سعيد للحكم القاعدي والشعارات التي يرفعها. في المقابل بعض الذين ساندوه، واليوم لاحظنا سمير الشفي الأمين العام المساعد لاتحاد النقابات العمال الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو من التيار القومي قريب من حزب الشعب الذي دعم في البداية قيس سعيد والآن أصبح ينتقده. ورأينا المحامين القوميين واليساريين الذين دعموا في الأول 25 يوليو أصبحوا بدورهم الآن انحازوا إلى المعارضة ويطالبون إما بإصلاحات سياسية وبتغييرات سياسية جذرية أو بالإطاحة بالحكومة وبالنظام السياسي. هذه التغييرات من أين يجب أن تبدأ هذه التغييرات؟ هناك حديث في الفترة الطويلة على الرغم من عدم الوضع أو استمرارية الوضع وفقا لمحاربة الفترة السابقة للفساد، ولكن هناك قمع مستمر وفق الكثير من جمعيات حقوقية. متى ينتهي هذا الوضع أو كيف يمكن إنهاؤه؟ طبعا نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية كثيرة، وكذلك بعض أطراف المعارضة وجبهة الخلاص التي يزعمها المحامي والحقوقي أحمد نجيب الشابي وهو من رموز اليسار المعتدل، وآخرون يدعون إلى إصلاحات جذرية وإلى تغييرات جذرية. بعضهم يدعو إلى مؤتمر وطني للحوار منذ سنوات على غرار ما وقع في 1946 عندما وقع توحيد
أغلب الأطراف الوطنية الدستورية الإسلامية اليسارية والنقبية. اليوم سمعنا مجددا دعوة إلى مؤتمر وطني للحوار، لكن هذه الدعوة صدرت هذه المرة من قبل أوساط محسوبة على اليسار المعتدل وعلى المنظمات التي ساندت بعض رموزها في البداية مسار 25 يوليو واعتبرته إصلاحا سياسيا وليس انقلابا. هناك سمعنا نقيب الصحفيين زياد الدبار وهو من اليسار المعتدل، وشخصيات أخرى اليوم طالبت بمؤتمر وطني للحوار، وسمعنا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. في نفس الوقت رغم كل هذه الاختلافات سمعنا عميد المحامين يناشد رئيس الجمهورية باستغلال صلاحياته باعتباره إلى حدود الانتخابات القادمة هو الرمز الأول للشرعية، باعتباره انتخب انتخابات ديمقراطية قبل 5 أعوام، يدعوه إلى التدخل لوضع حد لما يصفه بالتجاوزات، خاصة في ملف التعذيب، خاصة بعد أن تردد أن التعذيب شمل بعض السياسيين وبينهم بعض المحامين وبينهم عضو بارز في نقابة المحامين وفي الأوساط الحقوقية وهو المحامي مهدي زقروبة. سؤال أخير للاستفادة من الوقت المتبقي معنا، في ظل هذه الحركات، في ظل ما يحكى عن قمع وأيضا الجبهة الموحدة ضد القمع كما دعت 10 منظمات لحقوق الإنسان إلى هذه الجبهة، في ظل هذا القمع المستمر كما يوصف من قبل جماعات عديدة، ما هو الجدوى من هذه التحالفات اليوم إذن؟ هي إلى حد الآن تحالفات وتحركات ظرفية وليست استراتيجية، لم تتشكل منذ 5 سنوات رغم كل الدعوات جبهة واحدة للمعارضة، حتى للأطراف التي كانت تعارض مسار 25 يوليو 21 وتعتبره انقلابا، برزت جبهتان، جبهة يسارية يقودها حمد الهمامي وبعض رموز ما يسمى بأقصى اليسار في تونس، وترفض التحالف مع الإسلاميين والأطراف الليبرالية التي شاركت في الحكم في العشرية الماضية، وكذلك حزب ندى تونس. في المقابل هناك بعض الواقعيين يدعون إلى أن تتوحد الجهود الآن وأن تستعد إلى الانتخابات الرئاسية المبرمجة للخريف القادم حتى يكون التغيير بمناسبة المحطة الانتخابية. فإذا نجح مسار التغيير داخل عبر الانتخابات، سواء بقي الرئيس قيس سعيد في الحكم أو غادره، فالتغيير يكون داخل المسار السياسي الانتخابي وليس عن طريق المواجهات والعنف، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تدعو للانفجار. وفي علاقة بما يجري في ليبيا، الحدود مغلقة مع ليبيا منذ أكثر من شهرين، وأكثر من نصف تونس يعيش مباشرة وغير مباشرة من المبادلات الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا، وغلق معبر راس جدير وعودة التوتر الأمني والعسكري في ليبيا، وكذلك التضييقات التي تمارس على السياح في اتجاه الجزائر ومن الجزائر إلى تونس، عطلت مصالح كثير من مواطني المحافظات الحدودية مع الجزائر وليبيا، وهذا يزيد المشاكل الاقتصادية للبلاد وهي تراكمت بعد حرب أوكرانيا وبعد حرب غزة. شكرا لضيفنا المحلل السياسي من تونس كمال بن يونس على هذا الحوار.